طب احنا معانا الاستاذ ابراهيم الديب، الصحفي بجريده صدى البلد واول من كتب وتعامل مع موضوع جامعه مصر الدوليه. استاذ ابراهيم اهلا بسيادتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك قول لنا بقى يعني رؤيتك بما انك متابع هذا الملف وهذا التقرير في جامعه مصر الدوليه. والله في البدايه خالص احنا لو جبنا الموضوع من بدايته، هو بدايه الموضوع حادث الطالب انطوان سامح، الطالب بكليه صيدله الفرقه الاولى، اثناء مروره الطريق وسياره دهسته. ده طبعا ادى الى غضب شديد جدا بين الطلاب، لانهم طالبوا اداره الجامعه بتوفير او بعمل كوبري علوي لمرور الطلاب من عليه. الطلاب نظموا اكثر من وقفه احتجاجيه، طالبوا اداره الجامعه قعدت معاهم عدد من المرات واقنعتهم ان الموضوع مش في ايديها، هي عملت كل الاجراءات، لكن هناك جهات سياديه رافضه ان هي تعمل الكوبري، لان المنطقه المتواجد فيها الجامعه منطقه عسكريه. الطلاب نظموا وقفات كتير ادت لان اداره الجامعه فصلت 9 منهم، ثم بعد ذلك الطلاب نظموا وقفات اخرى علشان يرجعوا ال9 طلاب اللي تم فصلهم، مطالبين بحق التظاهر السلمي وحق توفير ادوات الامن والسلامه داخل وخارج الجامعه. بعد ذلك بفتره اصيبت طالبه اخرى، هي الطالبه هدير، اثناء مرورها برضو، لكن الطالبه هدير كان عرضوا عليها الجامعه خصصت سياره لنقل الطلاب على جانبي الطريق، لكن الطالبه رفضت في الوقت ده ان هي تركب وصدمتها السياره واصيبت. الاحداث اللي حصلت الاخيره من اشتباكات بين الطلاب والبودي جارد الخاص بالجامعه ليها ابعاد كتير جدا وليها اقاويل كتير جدا. الطلاب قالوا الجامعه استعانت بالبودي جارد علشان خاطر يفضوا الاعتصام اللي هم عاملينه امام الجامعه بالقوه، في حين ان اداره الجامعه علقت على الموضوع وقالت ان البودي جارد منتمين للجامعه بالفعل وهم موظفين في الجامعه، بحيث ان جامعه مصر الدوليه فيها مستشفى لعلاج الاسنان بالمجان. وبعد الثوره قرر رئيس الجامعه اللي هو يكثف الامن عشان ما يكونش فيه انفلات امني، وخصوصا اللي هو ما بيبقاش عارف مين اللي هيبقى جاي المستشفى، سواء كان شخص عادي او بلطجي. الاحداث اللي حصلت كلها يعني بتدل طبعا ان في عدوى انفلات امني اصابت الجامعات الخاصه، وخاصه جامعه مصر الدوليه والذي ينتمي اليها نجل الرئيس عبد الله محمد مرسي. الطلاب بعد ما تم اطلاق الخرطوش عليهم اصدروا بيان وطالبوا فيه ب8 مطالب، اهمها كان قبول استقاله مدير الامن، وكان كذلك اعفاء الدكتور حمدي حسن من منصبه كنائب رئيس للجامعه، والاعتذار للطلاب عما بدر من الجامعه في التعامل مع الطلاب. طب وجود اتفضل يا فندم. وجود ابن رئيس الجمهوريه ما كانش في اي اتصال مؤسسه الرئاسه او خطوات في هذا الموضوع؟ حقيقة احنا بحثنا في موضوع لجنة رئيس الجمهورية وموقفهم من الموضوع. صدى البلد استطاعت ان هي توصل لمعلومة ان ابن رئيس الجمهورية بالفعل كان متواجد قبل وقوع احداث الاشتباكات، لان الجامعة بعد الاحداث اللي حصلت مؤخرا ارسلت عبر الايميل للطلاب بتأجيل او بتعليق الدراسة لاجل غير مسمى، وهو ما لم يطلع عليه نجم الرئيس، فذهب الى الجامعة في صباح اليوم التالي، الا ان البودي جارد والامن منعهم من الدخول، قائلا له ان مفيش جامعة النهارده وابعد عشان ممكن تحصل اشتباكات. ده خلى نجم الرئيس يبعد وما شاركش في اي حاجة، لكن مؤسسة الرئاسة اعتقد ان هي اعتبرت نجمها طالب من ضمن الطلاب وليس من حقها التدخل في شؤون داخلية للجامعة. ولكن إذا نظرنا للموضوع من جهة أخرى، فكان من الأولى لوزير التعليم العالي أن يتدخل بسرعة، إما بسرعة فض الأمر والاستجابة للمطالب المشروعة للطلاب وبحث الأمر،
ولكنه في تصريحات اخيره عبر وسائل الاعلام قال انه لا يعلم ان يكون هناك احد من الطلاب قد اصيب بخرطوش، في حين ان الطلاب بالفعل اصيبوا بخرطوش. فهذا يعني ان وزير التعليم العالي لا يعلم ان كان طلابه اصيبوا ام لا. فده في حد ذاته يعني خطأ كبير جدا وقع فيه وزير التعليم العالي اكيد يعني. طب انا عاوز اقول لك حاجه من خلال البحث في هذا الموضوع. وجد ان هذه الجامعه مبنيه على زمام جمعيه احمد عرابي، وهي ارض زراعيه، ورئيس جهاز مدينه العبور لما سالوه في جزئيه الكوبري قال ان الجامعه لم تستكمل تراخيصها بعد. انت عندك فكره عن هذا الموضوع؟ حقيقة لا أعلم عن هذا الموضوع شيء ولم أبحث فيه إطلاقا، لكن أنا ما عنديش أي معلومة عن الموضوع ده. المعلومة اللي عندي من تصريح الدكتور حمدي حسن نائب رئيس الجامعة اللي هو رفض عمل الكوبري هو بسبب جهات سيادية لأنها منطقة عسكرية، لكن هذه معلومة جديدة لأول مرة أسمعها، وأودك أن أتحدث دقة فيها وأبحث عنها. طب اخر التطورات بقى، يعني هل في تحركات وهم مصعدين المطالب بدرجه يعني ايه؟ يعني طالب او يعني الطلاب بيطالبوا باقاله نائب رئيس الجامعه، فيعني ممكن تكون هم يعني شايفين ان الموضوع يعني كبير شويه اقاله نائب رئيس الجامعه؟ هو الموضوع ليس بكبير. الموضوع هم طالبوا باقاله نائب رئيس الجامعه. انا عايز اقول لحضرتك يعني المشهد مؤخرا في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه هو استمرار اعتصام الطلاب. الطلاب دخلوا جامعتهم امبارح وقاموا بتنظيف الجامعه، وقالوا ان دي جامعتهم ومستحيل ان هم يخربوها. ثم بعد كده استمروا في اعتصامهم من خارج الى داخل الجامعه ومستمرين في اعتصامهم، وتعليق الدراسه ما زال مستمر. النيابه استدعت رئيس الجامعه دكتور شبل الكومي وصاحب الجامعه لسماع اقوالهم. التصعيد ما زال مستمر للاعتصام الى ان يتحقق للطلاب مطالبهم الثمانيه المطالبين بها. هو ده الموقف دلوقتي. يمكن في حاجه حابب الوه بيها لو حضرتك اردت ان تثيرها ايضا ضمن الموضوع، وهي مفاجاه اخرى داخل جامعه مصر الدوليه بعيدا عن الاشتباكات، بعيدا عن الحادث الذي اصاب الطالب انطوان سامح. هو تخصيص غرفه خاصه لنجم الرئيس محمد مرسي وحارسه داخل الجامعه. طيب انت شايف ان الوضع يعني متابع كده قد ينتهي الى ايه؟ ولا يعني انت مش شايف له تصور نهائي يعني بصفتك الصحفيه يعني؟ الوضع قد ينتهي، يعني الوضع كله زمام الامور كلها الان في يد دكتور جمال نواره ودكتور مصطفى مسعد، هم القادرون على حل هذا الامر. الطلاب مصممين على إقالة دكتور حمدي حسن وإعفاء الدكتور علي أبو بكر من أي مناصب إدارية والاعتذار الرسمي من قبل الجامعة لهم. أعتقد من وجهة نظري الشخصية إن لم تتحقق تلك المطالب للطلاب فهم مستمرون في الاعتصام. الطلاب على حسب قولهم بيدفعوا فلوس، بيتعلموا، هم مش بلطجية، هم مش بيخربوا، هم مش بيسرقوا. وكانوا رافضين تصريحات المسؤولين في الجامعه ان في اجهزه تمت سرقتها، متهمين عدد من الطلاب بسرقتها وهو ما استنكره الطلاب. الوضع سينتهي اما للتغطيه عن الحادث يعني. اتفضل يا فندم. لا، للتغطيه عن الحادث، فيقول لك في حاجات اتسرقت يعني. ده هيبقى ده بالظبط. وهو ده الطلاب استنكروه بشده بصراحه يعني. الوضع هينتهي لو نائب رئيس الجامعه قدم استقالته، اعتقد وقامت رئاسه الجامعه بتقديم اعتذار للطلاب، اعتقد ان الامور ستسير على ما يرام وتستمر الدراسه ولن نجد تلك المظاهرات مره اخرى. بالاضافه حتى لا ننسى المطلب الاساسي والرئيسي لتلك الازمه هو انشاء كوبري علوي للطلاب وتوفير وسائل الامن والسلامه داخل وخارج الجامعه. استاذ ابراهيم الديبي، احنا بنشكرك على التغطيه الهامه دي، انت افدتنا كتير وشكرا جزيلا.